اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بقى مريم ومحمد في عالم تاني ودنيا تانية ولا حاسين باللي حواليهم. شروق وعمر كانوا بيرقصوا مع بعض. ارقص حلو بقولك. الله، ما أنا برقص حلو أهو. أخوك ماله عامل كده ليه؟ ولا التنين المجنح ده لسه شوية وهيطلع نار من مناخيره. وعمر بيضحك وبيقول هو لسه شاف حاجة؟ أمال بقى لو عارف المصيبة اللي هتعمليها. أحسن يستاهل عشان يقولك ابعدها كمان. شروق أنا خايف فارس يعرف إني حكيت لك كل حاجة، ده لو عارف هيقتلني. ومين هيقوله بس؟ مش عارف، حاسس إن هيحصل مصيبة. انشف ياض، احنا جامدين ولا بيهزنا. وعمر في نفسه ربنا يستر، ده هيولع فيا عشان بس برقص معاكي، أمال هيعمل إيه بقى في المصيبة اللي هتعمليها؟ وفعلا فارس كان متضايق جدا إن شروق بترقص مع عمر وكان غيران، لكن رغم ده كله مش عايز شروق تحس إنه غيران عليها، وبمعنى أصح مش عايز شروق تبني أمل وتندم عليه. هو ده تفكيره، لكن مؤمن بينه وبين نفسه إن شروق بكرة تعقل وتقدر تختار فارس أحلامها بجد. وبعد لحظات بدأت الحفل من أغاني ورقص. عقبال البنات يا أبو البنات. يا رب يا حبيبتي، عقبال ما نفرح بيهم أنا وإنتي. أما سحر فكانت سرحانة ببنتها وهمست لفتحي وقالت مبروك يا أبو آسر، عقبال ما نفرح بآسر هو كمان. يا ريت يا سحر، أنا كنت بتمنى إن آسر ومريم يتجوزوا في يوم واحد، لكن هعمل إيه؟ ما باليد حيلة. قولي يا فتحي، إيه رأيك في شروق وفارس؟ وفتحي بضحكة مكر أنتي بتفكري في اللي بفكر فيه ولا إيه؟ ركز أنت بس في نظرات ابنك وأنت تعرف. هيعمل إيه بس؟ ما هو مش قادر يخفي نظره عنها، بس الحقيقة بقى البت بونبونية ولا خفة دمها حاجة كده عسل. يا رب اجعلها من نصيبه وفرح قلبه بيها. وبعد لحظات شروق أخدت المايك وقعدت تغني وترقص مع شادي. وهنا فارس ما قدرش يستحمل أكتر وخرج بره القاعة عشان يشم هوا، وكان متعصب جدا. أما كل المعازيم عجبهم مفاجأة شروق وقد إيه صوتها ناعم وجميل. هي وشادي كانوا ثنائي رائع، ومن جمالهم لفتوا انتباه الجميع. أما سارة خرجت ورا فارس. إيه يا فارس، خرجت ليه فجأة كده؟ لا أبدا، مفيش حاجة. بلاش يا فارس تظلم قلبك. غصب عني، أنا خايف. جمد قلبك، صدقني أنت بتعذب نفسك قبلها. فارس بصلها وقرب منها وقال أنا متشكر قوي يا سارة، أنا عارف إني بحطك في وضع مش كويس. إيه الكلام ده يا فارس؟ إحنا صحاب. أنت نسيت إن شروق تطيق العمى ولا التاني؟ وفارس ضحك لما افتكر مشاكسة شروق معاها. وفارس مسك ايد سارة وقال يلا ندخل نكمل الفرح. أما جوه شروق أخدت شادي وعرفته على والدها ووالدتها. أقدم لك يا بوب، شادي زميلي في المدرسة. وقتها شادي عندك يا شروق، استني، ازيك يا طنط؟ أنا شادي، مش فاكراني؟ بصراحة مش قادرة افتكرك يا حبيبي. أنا شادي حبيب شروق. حقيقة قلب أمك؟ حبيب شروق؟ الكلام ده يا بت، الواد ده بيقول ايه؟ وشروق في نفسها نخرب بيتك يا شادي الزفت، هو ده وقته؟ أفندم يا بوب، الواد ده بيقول ايه؟ ولا حاجة يا بوب، ولا حاجة. بيقول حبيبها، يقصد الأغنية اللي كنا بنغنيها يعني من شوية. لا طبعا، بس يا غبي هنروح شهداء الحب لو سمع نفسك. ماشي يا شروق، أنا معاك للآخر. أيوة افتكرتك، كبرت يا مفعوص، يخرب بيت عقلك. تصدق اتغيرت؟ ده انت كنت قزم كده يا واد يا شادي، ولا كان عليك حتة تنحة وانت صغير ما تتقبلش. انت تعرفي منين يا عايدة؟ بعدين يا حبيبي الوقت مش مناسب. ايوه صح، الوقت مش مناسب. انا هروح بقى اعرفه على نور وآسر. وشروق اخدت شادي تعرفوا على نور وآسر. ونور وآسر وهدى وزين كانوا متجمعين مع بعض. نور اعرفك بشادي. ايه الجمال ده يا شادي، بجد صوتك جميل قوي والاغنيه لايقه عليكم قوي. بجد يا نور، يعني عجبتك؟ طبعا عجبتني جدا. وآسر بغيظ هو ايه اللي عجبك؟ الاغنيه وصوت شادي تحفه. هو صوته حلو لكن مفيش زي شوق حبيبتي، مفيش في جمال صوتها، صح يا شوق؟ قلب شوق بقى، ايوه كده، هو مفيش غيره. الصوره ده اللي رافع من روحي المعنويه، مش دي اللي بتقولك يعني صوته قمر؟ قمر بالستر يا اختي. لا بقى، انا صوتي قمر يا شروق، وانا كلي قمر، حتى اسالي المزه العسل دي. وشاور على هدى، وهدى في نفسها يا لهوي، ما كانش يومك يا هبل، انت لعبت في عداد عمرك. نعم، بتقولي لا مؤاخذه؟ بقول نسال العسل. وغمز لهدى مره تانية. لا ده انت مصمم بقى. شروق اخدت شادي وجريوا قبل ما ينفجر زين على المسكين شادي. زين عشان خاطري بلاش مشاكل، ده عيل اهبل. مش عايزه اسمع صوت، سامعه؟ يا زين بقى بلاش عصبيه عشان خاطري، الفرح هيبوظ. خلاص بقى يا زين، ما حصلش حاجه، وبعدين ده عيل وبيهزر. ده بيستهبل مش بيهزر. يا زين بقى، ده لسه عيل بيتغير من عيل، انت مجنون يا عم انت. آسر ارحمني، ده الواد بيعكسها وانا قاعد. ليه شايفني كيس جوافه؟
الله يخرب بيتك يا زين، هي وصلت انك تغير من عيل؟ الله يكون في عونك يا هدى، ربنا يتولاكي في اللي جاي. يا سلام، المفروض كده بتهدي الموضوع وبتعقل الدكتور زين. دكتور ايه بقى بعد بتعقل دي؟ ايه يا انسه نور، انت نسيتي ان انا الدكتور بتاعك ولا ايه؟ سوري يا دكتور. هو ايه اللي سوري يا دكتور؟ وانت يا زفت انت، نور تقول اللي يعجبها. انت صدقت نفسك انك دكتور في الجامعه ولا ايه؟ شكلك كده عايزني افكرك بزمان. ها لا يا عم خلاص، انا هروح اموت بقى الواد الملزق اللي كان هنا احسن. وهمست هدى النور. قلبي يقول ملزق، قال ما هو ملزق من كتر السكر، ده الواد حلاوه بالمكسرات، يخرب بيك كده. بصراحه هو واد عسل والله، صوته جامد قوي، لكن للاسف بيحب شروق. لكن هي بقى بتقول مش بحبه، اصله مش حلو خالص. نعم يا عينيا، مش ايه يا ماما؟ ونور حطت ايديها على بق هدى عشان تسكتها، وزين وآسر ايه ده، هو في ايه؟ صح، هو في ايه؟ لا ابدا مفيش حاجه، دي هدى بتقول يعني في وجع في عينيها. في وجع في عينيا. وبعد لحظات كانت شروق وشادي وعمر عند البوفيه. يا عم ارحم نفسك، فرح اختك وانت شغال اكل، ايه يا ابو كرش انت؟ وعمر والاكل في بقه. اعمل ايه، جعان. اما شادي، القمر ده يا شروق، انت قمر قوي. خلاص يا شادي بقى كفايه محن الله. هو ايه اللي محن؟ بقول لك قمر تقولي محن. وسكت شويه وبعدها شروق انا بحبك، وفرصه بقى اتقدم لوالدك النهارده واقول له بقى اني بحبك واني مش قادر اعيش من غيرك. وقبل ما يسمع الرد جه فارس من فراغ ومسك ايديها واخدها بره، وشروق وهي بتسحب ايديها منه. لو سمحت سيب ايدي، انت مش بتسحب بقره وراك؟ الله اخرسي خالص، مش عايزه اسمع صوتك، انت فاهمه؟ لا مش هسكت. واسكت ليه؟ ها عايز ايه؟ روح لساره بتاعتك، انا بعيد عنك وماليش اي دخل بيك. مش هو ده المطلوب يا فارس، ان انا ابعد عنك؟ وضحكت وقالت انا اهو بعيده عنك وبعيش حياتي من غيرك عادي، من غير ما اذل نفسي. ايه متضايق ليه بقى دلوقتي؟ شروق اخرسي بقى، انت بتسمي قله الادب اللي بتعمليها دي بعيده؟ وقرب منها وهمس في ودنها. شغل العيال ده مش عليا يا شروق، انت فاهمه؟ ايه غيران؟ غيران؟ لا ده خيالك راح لبعيد قوي. تقصد ايه؟ اللي اقصده انت فهمتيه صح، والتاني مره شغل العيال ده مش عليا، مفهوم؟ وقربت منه وقالت انا بحبك وانت كمان بتحبني. وقطعها فارس وقال اخرسي بقى، حب ايه؟ انت مجنونه، انا عمري ما حبيتك، مش ذنبي بقى انك بتبني اوهام في خيالك. ابعدي عني يا شروق، ابعدي عني، انا مش بحبك، وعمرك ما كنتي ولا كوني في خيالي ساعه، ولا حتى بتشغلي تفكيري. انا مش بحبك وعمري ما فكرت فيكي، انت فاهمه؟ ليه الكلام ده؟ ليه؟ حرام عليك، في ايه يا فارس؟ ماله كلامي؟ مش عاجبك في ايه؟ انت ايه؟ قلبك ده حجر؟ ايوه يا شروق، انا مش بحبك ولا عمري هحبك، عايزه تسمعي ايه تاني؟ ها كفايه، انا سمعت كتير. انت عارف ان انا بحبك من وانا لسه طفله بضفاير، وكل مره بقول انا وفارس قلوبنا واحده، هو بيحبني انت عملت ايه؟ انت جرحتني. انا عمري ما قلت لك اني بحبك، وانت عارف كده كويس، مش ذنبي بقى انك علقتي قلبك بيا. بس كفايه بقى، كفايه، حرام عليك، كل كلامك بيجرح في قلبي. ليه كل ده؟ ها ليه؟ عشان قلبي حبك؟ كفايه بقى، كل شويه بحبك بحبك. افهمي بقى، انا عمري ما حبيتك، مش ذنبي انك بتبني احلام وحتى اوهام ماليش ذنب فيها. ارحميني بقى، كفايه، اوعي. وشروق مسحت دموعها وقربت منه. بص هنا في عيوني، وحياك كل دمعة نزلت مني عشانك هتندم يا فارس. انا قلت اللي في قلبي، لكن انت استهزأت بيه. الايام بينا، وبكره تندم على اليوم ده وتتمنى بس انك تسمع صوتي. لا صوتي ايه؟ انك تسمع همسي. انت بتعشقني. وشاورت على قلبه. انا محفورة هنا في قلبك، قلبك ده مش شايف ولا حاسس بحد غيري انا. بس وعد مني، هتندم يا فارس على كل كلمة قلتها. وسابته ومشيت وسابت الحفلة كلها. وعمر كان واقف وسمع الكلام من بداية، وقلبه وجعه قوي على صديقته. ليه جرحتها؟ انت عارف انها بتحبك، ليه جرحتها؟ عمر الحقها، ما تسيبهاش لوحدها، خليك جنبها. اما في الحفلة آسر راح لسالم، وآسر بيقول عمي ممكن اخد نور معايا نشم هوا انا ونور وزين وهدى واعزمها على العشاء؟ طبعا يا حبيبي ممكن، لكن مش عايز تأخير. حاضر يا عمي. آسر طلب من زين يخرج معاه، لكن هدى رفضت لانها اتأخرت واكيد اهلها قلقوا عليها، فاعتذرت لهم واخدها زين ومشيوا. اما سالم وعايدة فراحوا عشان يدوروا على شروق، بس ما لقوهاش. ففارس قال لهم ان هي مع عمر ومفيش داعي ان هم يقلقوا عليها، فهي في امان مع اخوه الصغير. عمر استسلم وعايدة ومشيوا. اما آسر فاخد نور لمكان خيالي وهادي جدا، ووقف السيارة، بس من جواه خايف من تفسير حلمه. وبدأ آسر يتكلم وبينطق كلمة واحدة بس: سامحيني، سامحيني يا نور. ونور مش فاهمة وبتقول اسامحك على ايه؟ قبل ما اتكلم
ارجوكي بلاش تحكمي عليا، حاولي تتلمسي لي العذر. آسر انا مش فاهمه حاجه، انت ليه بتتكلم معايا بالغاز؟ ايه الحكايه؟ وآسر بدموع وقرب منها وحضنها. نور انا بحبك، وصدقيني انا مش عارف عملت كده ازاي، لكن كل اللي اقدر اقوله ان كان لازم اعمل كده. ونور بعدم فهم وخوف من اللي قادم. آسر بلاش تقولها، صدقني لو اللي بفكر فيه مش عايزه خيانه تاني، انا قلبي خلاص تعب. وآسر وهو ماسك ايديها، صدقيني كل ده كان في الماضي. ايه يعني؟ ايه يعني انت خنتني؟ لا بلاش تعتبريها خيانه، اعتبريها الشباب. انا كنت صغير وقتها، لكن حاسس ان انا لازم اتكلم معاكي. نور بصدمه سحبت ايديها بعنف. يعني ايه؟ وابعد ايدك دي عني. انا كنت متجوز زمان، لكن اقسم لك ان عمري ما حبيت غيرك. ايه؟ متجوز وبتحبني؟ وضحكت بسخريه. طب ازاي باش مهندس؟ ازاي تجمعهم مع بعض في جمله واحده وهما كلمه وعكسها؟ ازاي بحبك ومتجوز واحده تانية؟ وقعدت تصوت. ليه انا عملت ايه؟ انا كنت قافله قلبي، ليه قربت مني؟ ليه خلتني افتح قلبي ليك؟ حرام عليك، انا خلاص تعبت، انا كنت خلاص ارتحت من وجع القلب ده. ليه؟ ارجوك اسمعيني الاول، انا هفهمك كل حاجه من بدايه. ونور شاورت له ان هو ما يكملش كلامه وقالت بس كفايه كدب، انت من بدايه كدبت عليا. انا كنت خايفه اقرب منك، عارف ليه؟ عشان قلبي كان حاسس انها هتوجع، كنت عارفه انه هيتوجع، لكن ما فكرتش انه هيتوجع قوي كده. انت خدعتني وجرحت قلبي يا آسر، انت لعبت بمشاعري، انت استنيت اني احبك عشان تذبحني وبسكينه بارده. حرام عليكوا بقى، حرام. بس كفايه بقى، انا تعبت، حرام عليكي، انا من اول يوم وانا بعشقك، وانت عارفه انا بحبك قد ايه. نور صدقيني انا بحبك. ونور زقته وقالت ابعد عني، انا مش عايزه اعرف حاجه. وآسر بهدوء طب اسمعي الحكايه من البدايه وانا معاكي، اختاري اللي تحبيه، انا معاكي برضو، بس ارجوكي اسمعيني. تمام يا آسر اتكلم، انا سامعاك. الحكايه بدات وانا في اول ايام شغلي، كان في بنت اسمها منى، كانت زميلتي وانا في الثانويه، وهي دخلت هندسه وانا ومحمد دخلنا هندسه بترول. انا كنت عارف ان هي معجبه بيا، وفي يوم قابلتها صدفه، كانت بتجري وهدومها متقطعه، وتقريبا كده كان في حد مغتصبها. انا ومحمد اول ما شفناها عرفناها على طول، انا عرفت انها منى، ولما قربنا منها هي خافت مننا جدا وكانت بتصوت، واول ما عرفتها ناديت عليها، واول ما سمعت صوتي اترمت في حضني واتحمت فيا. وفي الوقت ده حكت لنا ان في شباب وهي راجعه من الشغل اغتصبها، وما كان قدامي غير حل واحد بس، اني اساعدها. منى كانت وحيده وظروفها صعبه، حرام ان مستقبلها يضيع عشان غلط هي ملهاش اي دخل فيه. هي ضحيه وانا ساعدتها لان تخيلت ان انت اللي مكانها، او مريم او شروق. قولي لي بقى كنت عايزه اعمل ايه في الوقت ده؟ اسيبها تقتل نفسها وذنبها يكون في رقبتي؟ عارف انك بتقولي ليه انا اللي وافقت اتجوزها، صح؟ هقولك بقى، انا مش عارف، حسيت ان هي مسؤوليتي انا مش مسؤوليه محمد، وبعدها انا ساعدتها وطلبت ان احنا نتجوز ويكون في السر ومحدش يعرف عنه اي حاجه. لكن في يوم كنت عندها وانا كنت بعتبر نفسي اني مسؤول عنها، وكنت بروح اشوفها واطمن عليها، وللاسف في يوم ضعفت انا وهي. انا شاب زي اي شاب بيضعف في اي لحظه، ووقتها قلت دي مراتي يعني حلالي، وقلت بدل ما اغضب ربنا ابقى على سنه الله ورسوله، وحصل بينا علاقه زي اي زوج وزوجه. لكن صدقيني انتي اللي كنتي في قلبي، انا عمري ما فكرت في واحده تانية غيرك، لكن ضعفت والانسان ضعيف وشيطاني غلبني، وانتي كنت كل ما اقرب منك تبعدي عني. ولحد هنا خلص الجزء ده، ويا ترى ايه اللي هيحصل تاني؟ وهل فعلا نور هتعرف الحقيقه قريب؟ ولو ايه هيكون رد فعلها؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامه.